ايه يا عم هنخرج فين النهارده؟ شوف اصلا انت عايز تروح فين يا اسطى؟ عديت على ابويا في الاجانس خدت منه بتاع العربيه عشان ننزل نتمشى براحتنا النهارده. وانا قبل ما اجي لكم عديت على ابويا في الشركه خدت منه 5000 جنيه. وانت يا اسلام جاي معانا في الخروجه دي ولا ايه؟ اه يا عم جاي معاك وانا معايا فلوس زيكم. ليه يا عم انت ابوك شغالين؟ انا بقى متوفي بس اخويا مش مخليني عايز حاجه. ليه يا عم بقى احكي لنا على قصه اخوك. بص بقى هو اخويا شغال شغله كويسه قوي الحمد لله مش مخليني عايز حاجه، وحتى بدل التليفون مسكني تليفونين. ايه ده هو اللي جايب لك الايفون ده؟ اه هو اللي جايبه لي. طب ما تعرفنا عليه يا عم. اعرفكم عليه اهو يا عم هنا. هو اللي في البلكونه ده؟ لا يا عم هو اللي تحت ده. الحق بقى اخوك. هو ده اخوك بقى اللي انت لي بالسما واخويا وجايب لي التليفون يا ابني ده جزماجي يا ابني. الجزمجه ده ما بيمدش ايده لحد وبياكلنا حلال. يا عم جريمش بقى عرتونا جريمش يا عم يلا تمتع مش عايزين نعرفك تاني. ده انا اسف خالص حابب اعمله معاك حقك عليا. انت اللي ما تزعلش مني اللي انا عريتك قدام صحابك بالشغلانه اللي شغالها دي، بس انا غصب عني لازم اكلك حلال، ما بعرفش اجيب حرام. انت لو بتشتغل بتلم زباله من الشارع برضه هتشرب بيك.